حرب التقليد بين شيرين بيوتي وأصالة المالح لساتها مستمرة. قاري يا قاري يا حتة سكرة. مين بيقلد التاني؟ ما أخذته كشيء ما بيعني لي. القصة مو جديدة أبدا، مو أول مرة اسم أصالة المالح يربط بتهمة تقليد شيرين بيوتي. قبل هيك اتهموها بصبغة الشعر بالستايل، وحتى وقت اشترت طنجرة كانت شيرين حاكية أنها بدها إياها من قبل، وكل مرة الجدل يكبر أكتر وأكتر. هالمرة شو صار؟ أصالة طلعت بفيديو عم تعمل عصير صحي وعم تحكي عن فوائده، وهون انفجرت السوشيال ميديا. ناس قالت خلص واضح عم تقلد شيرين، لأنه شيرين معروفة بوصفات العصائر الصحية والبشرة النظيفة واللايف ستايل الصحي، بس بنفس الوقت في ناس تانية وقفت وقالت شو هالحكي، يعني العصائر الصحية صارت حكر على شيرين بيوتي. كل الناس بتعمل عصير وكل البنات بتحب تهتم ببشرتها وصحتها، والسؤال اللي خلى الموضوع يولع أكتر، هل فعلا أصالة عم بتقلد شيرين بيوتي، ولا الناس صارت تشوف أي حركة وتشبهها مباشرة بشيرين؟